احتضنت القاعة المغطاة الشيخ محمد الغضب بالعيون نهائي دوري المرحوم سلامة زوكني الذي تنظمه قناة العيون في نسخته الأولى للكرة القدم المصغرة. مباريات الدوري ظلت قائمة طيلة الشهر الفضيل ومرت في أجواء رياضية وإنسانية شملتها ذكريات ساخنة للمرحوم، حيث شارك في الدوري عدة أندية للكرة القدم المصغرة تمثل مختلف المصالح الخارجية لمدينة العيون. بهذه المناسبة كنشكروا قناة التلفزيون الجهوية على المبادرة القيمة اللي حنا تفكروا حقيقة الصحفي ديالهم اللي حنا بهذا الشهر الكريم وهذا العواشر كنرحموا عليه والله يرحمه ويوسع عليه. وبهذه المناسبة كنشكروا جميع الحضور وجميع الطاقم اللي غطى هذا الطاقم الإعلامي اللي غطى المبادرة. اليوم كان النهائي ديال واحد الدوري الرمضاني اللي سميتو دوري سلامة زوكني. كانت مباراة قوية، لعبنا ما توفقناش في الماتش، كان تعادل، ولكن طلعنا الضربات الترجيحية اللي هي ضربات الحظ بيان سور وما توفقناش فيها وفاز الفريق الآخر. تبارك الله عليه يستاهلوا. مباراة نهائية الدوري جمعت بين فريقي الصحة والنادي البلدي لكرة القدم المصغرة، وانتهت على وقع التعادل ليحتكم الفريقان إلى ضربات الحظ الترجيحية توج على إثرها النادي البلدي بلقب منافسات الدوري، ليتم في الأخير توزيع الجوائز على الفائزين بلقب الدوري.